السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة الممبار بطريقة سهلة جدا. وتنظيفه سهل قوي في البيت. يعني في ناس بتحب تجيبه متنضف جاهز، هي تنظيفه سهل قوي. انا بعمله بجلدة انبوبة، يعني بقلبه وبنضفه بجلدة الانبوبة، بس بشيل اللي هو المادة اللي فيه دي بجلدة الانبوبة. وطبعا بنحط عليه خل وملح ودقيق وتنظيف وليمون، وكمان بيتحك بالسكينة برضو بعد ما بعمله بجلدة الأنبوبة. يعني لو في حتت تانية زيادة اللي هي المادة اللي فيه دي بتطلع، يعني بنخليه زي الفل. اهو زي الفل. انا بعمله كده وبعدين ارجع اقلبه تاني على الناحية اللي فيها الدهنة. يعني اقلبه تاني على الناحية اللي فيها الدهنة واغسله تاني كويس وبليمون وخل وملح برضو. و... وما بيعملش زفارة الخل على فكرة. في ناس تقول بيعمل، لا والله ده كويس قوي. بيعمل المادة اللي فيه كده بيعمله، بيخليها مش لزجة مش ناعمة، الخل والليمون. وتحكيه كويس وتقلبيه تاني على الناحية اللي فيها الدهنة و... وبيتغسل طبعا كويس. وبقلبه تاني احشيه على الناحية اللي فيها الدهن، يعني اخلي اللي فيه الدهن ده جوه. بشيل طبعا جزء من الدهن، بيبقى فيه دهن كتير، وبحشيه بقى بخلي الدهن جوه. بيديله طعم حلو، يعني بيبقى احلى. هنا معايا بقى حزمة كزبرة وحزمة بقدونس وحزمة شبت. تقطعه تقطيع صغير. هو طبعا الممبار الخلطة بتاعته مش بيتقللها، يعني مش بتقلي للمحشي بتاع الممبار. يا دوبك قطعت الخضرة وعملت البصل، فرمته وفرمت معاه فلفل احمر وفلفل اخضر. اللي حابب يعمله حراق بقى بيعمله حراق. والبصل والخضرة حسب الكمية بتاعت اللي انت هتعمليها للممبار يعني. وهنا معايا البهارات. البهارات بقى عبارة عن فلفل اسود، كمون، كزبرة، كوبيبة صيني، بابريكا، وسبع بهارات. يعني اللي ما عندوش حاجة منها مش مشكلة، بس اساسي الفلفل والملح طبعا، والكمون والكزبرة. الكوبيبة الصيني بتديله طعم حلو قوي. ودي بقى طماطم كنت مسبكاها، طماطم بس سبكتها ونحطها كله ني في ني كله على بعضه. طبعا مش بنقلي بقى زي المحشي التاني بتاع الكرنب والكلام ده، لا بتاع الممبار مش بيتقلاله، يعني بيتعمل كده ني في ني. بس الطماطم بتبقى يعني مطيباها على النار صلصة، بس بتقلب حلو كده في بعضه. في طريقة بقى حلوة قوي للحشو، وبتحشيه وانت واقفة. بص في يعني مفيش بتاخديش وقت خالص في حشوه. ده زيت بقى، حطيت لازم زيت، شوية زيت حلوين كده. انا بقى بنقص الخلطة عشان لو زادت ما تبقاش خدت من الممبار، ما يحروسهاش يعني. بس الكمية اللي الواحد بيعملها يعني بتبقى مظبوطة، مش بيزيد حاجة. هو الكيلو ممبار بياخد كيلو رز. بص دي طريقة بقى، دي الطريقة اللي هي محتاجة. بص بقى انا بقى عندي رقبة ازازة دي، بعمل بيها الممبار. ما بياخدش والله دقايق، في ثواني يكون حشو. بس نقطع الممبار على قد الصوابع اللي انا ما ايه محتاجاها، يعني على قد الصوابع اللي انا عايزاها. ونقطع الممبار كله تحشي في ثواني والله. رقبة الازازة بتساعد على حشو الممبار على طول على طول، ما بتاخديش وقت. انا هنا كنت لسه ما قطعتوش. اهو ده متقطع بقى، انا قطعته كده يا دوب الصبع على قد اللي انا مقطعاه. ما بياخدش حاجة خالص في الحشو، يعني انا ما خدتش وقت في حشو والله.
في ثواني بكون حشيته يعني. افضل من ان انت بتعمليه من غير رقبة الازازة دي بتساعد ان انت بتحشي على طول. أنا سايبة التصوير في الحتة دي طويلة شوية، بس علشان يبين انا، هو طبعا مسرعة فيها، بس عشان يبين ان انا خلصت كمية كتير في وقت بسيط خالص. يعني دي بتساعدني ان انا احشي على طول، ما بياخدش وقت خالص والله في حشو. يعني اي رقبة ازازة بتقطعيها وتحشي بيها، بتاعت الحاجة الساقعة، بتاعت ازازة مياه معدنية، اي حاجة، ما باخدش وقت خالص في الحشو. بس معايا مية بقى، وبنحط فيها زي الشوربة العادية، بتحطي فيها برضو زي ما تكوني هتعملي شوربة. الحاجات بتاعتك حطيتيها، وملح وفلفل برضو. دي رقبة الازازة عملت بيها الكمية دي، والله ما خدت وقت خالص. اول ما احط بقى الممبار بيقفل، هو بيقفل من جنبين، ما بيطلعش رز خالص. كان زمان بيربطوا بالخيط من ناحيتين ويفرقع، هو كده بقى ما بيفرقعش، عشان مش بتقفليه بخيط ما بيفرقعش. هو بيلم على طول، يعني اول ما تحطيه في الميه السخنه بيلم ويقفل على الرز. بس كده من بعد ما حطيته بقى، واكمل حطه كده بعد ما طاب. هو طبعا الممبار نفسه تعرفيه ان هو طاب ازاي، بتطلعيه طبعا وتكسيه كده، بتلاقي الرز طاب جوه. يعني هو بياخد من ساعة لربع الساعة، وممكن اقل من ساعة يعني، ما بياخدش وقت يعني اكتر من كده، عشان ما يفرقعش، ياخد طياب زيادة ويفرقع. وما بيتغطاش عليه على فكرة، الحلة ما تتغطاش خالص، علشان برضو ما يفرقعش. دي بقى طريقة حلوة تخلي الممبار لونه حلو في التحمير. تجيبي شوية اللبن وتعمليه كده باللبن زي الحمام كده، ده بقى بيخليه يديكي لون حلو كده وهو بيتحمر. نحمر بقى، بيدي لون حلو قوي زي الحمام بالظبط كده. بنعمله بعمله كده انا الحمام برضو باللبن، يدي لون اللون الحلو بتاع المطاعم كده. هو بيتحمر بقى، شوية اللبن دول هيخلي اللون ذهبي. بس التحمير بقى مش لون فاتح، من غير بقى اللبن تحطيه في الزيت مهما تحمري فيه مش بيدي لون، بيبقى التحمير لونه فاتح، ما بيديش اللون ده خالص يعني. هما شوية اللبن اللي عطوا اللون ده. بس فيه بيقولك الممبار بياخد وقت ويوم بحاله وتنظيفه، مش والله ما بياخد اي حاجة. لو تنضفيه بالجلدة الانبوبة كده وتخلصيه بقى وتنقعيه وتعمليه تحشيه برقبة الازازة، والله ما بياخد وقت في الحشو زي ما وريته. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.